السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله بإذن الله هشرح لك ازاي تتواصل مع خدمة عملاء البنك الأهلي. يعني انت عايز تتواصل مع خدمة العملاء بتاعة البنك الأهلي ومش عارف ازاي. ان شاء الله النهاردة دلوقتي هشرح لك ازاي تتواصل مع خدمة العملاء بتاعة البنك الأهلي. اول حاجة دلوقتي انت عايز تجيب الرقم بتاع الخدمة بتاعة البنك الأهلي. هتجيبه ازاي؟ اول حاجة هتخش انت على جوجل وهتكتب رقم خدمة عملاء البنك الأهلي. هتكتب انت خدمة عملاء البنك الأهلي، رقم خدمة عملاء البنك الأهلي. هتك هنا جاب لك رقم الخدمة هو اللي 19623. ده رقم الخدمة بتاعت بنك الأهلي. هنعمل هنا نسخ كده، نسخنا الرقم. هنخش على الاتصال بتاعت البنك. كده جاب لنا الرقم بتاع خدمة البنك الأهلي اللي هو 19623. هتك اتصال. زميلنا العزيز، جاب لنا قدامكم لضمان اهمت الحفاظ على سرية بياناتك ما تقولش البنك لأي الأهلي. شخص الأرقام أو الأكواد الخاصة بحساباتك أو ببطاقتك المصرفية سواء أونلاين أو من خلال التليفون. وكمان احذر، البنك الأهلي المصري ما بيبعتش أي من العاملين به لمنازل عملائه لطلب أي بيانات أو استبيانات. عميلنا العزيز، هنا طبعا بيدي شراء تنبيهات ان انت ما العملة تديش المحلية تعليماتك لأي من حد. خلال خدمة الأهلي نت أو الأهلي موبايل أو من خلال فروع مصرفنا فقط. لشراء الشهادات بالعملات الأجنبية اضغط 1. للطلبات والاستفسارات والشكاوى اضغط 2. هنتك على 2. البنك الأهلي المصري يرحب بكم في خدمة الأهلي فون. Welcome to the أهلي فون service of the National Bank of Egypt. للمتابعة باللغة العربية اضغط 1. To proceed هنا بقول لك اللغة العربية اضغط 1 والإنجليزي تضغط 2. طبعا هنتك لغة عربية نضغط 1. البنك الأهلي المصري اضغط 1. للإبلاغ عن البطاقات المفقودة اضغط 3. للاستعلام عن منتجات وخدمات البنك اضغط 5. لأحدث العروض اضغط 6. للاستماع مرة أخرى اضغط نجمة. للتحدث إلى أحد ممثلي خدمة العملاء اضغط 0. طبعا هو قال لي الخدمات اللي انت عايزها وقال لي في الآخر خالص للتحدث إلى خدمة العملاء اضغط 0. طبعا احنا عايزين نكلم خدمة العملاء فنتك 0. لم يتم برجاء الانتظار، سيتم تحويلكم إلى أحد مسؤولي خدمة العملاء. برجاء الانتظار، سيتم تحويلكم إلى أحد مسؤولي خدمة العملاء. لضمان جودة الخدمة جميع المكالمات مسجلة. صباح الخير. الذي كنت شغال مع حضرتك شغال مساء الخير عن حضرتك مستشفى حضرتك مستشفى. حضرتك. بس انا طبعا بقى انا كده ما كنتش عايز الراجل بتاع خدمة العملاء. انا كنت بعرفكم ازاي يعني تتواصل معايا، ان انت تكلمه، عشان في ناس كتير كانت طلبت مني ان هي ازاي تعرف تكلم خدمة العملاء وتجيب الرقم ازاي وتتواصل معايا ازاي. فانا عملت الفيديو ده عشان اوصلك بالراجل بتاع خدمة العملاء ان انت مثلا اي مشكلة الفيزا بتاعتك ضاعت او اتسرقت منك او حصل مشكلة معاك في الحساب، او انت مثلا بتسحب فلوس من المكنة بتاعتك وراحت المكنة سحبة الفلوس سحبة الفلوس، يعني ما خدت الفلوس وطلعت لك الفيزا وانت ما خدتش الفلوس، او بتعمل ايداع، او الفيزا بتاعتك ضاعت او اتسرقت، او اي مشكلة ليك تخص البنك. تعرف تتواصل معاهم ازاي، يعني تعرف ترن عليهم ازاي وتوصل بخدمة العملاء ازاي. الفيزا بتاعتك ضاعت، هتعمل انت الخطوات دي وتترن على الراجل. طبعا هيقول لك بطاقة الرقم القومي بتاعك هي كام، واخر عملية انت عملتها، وتاريخ ميلادك، وشوية يسألك شوية اسئلة كده، وفتحت الحساب امتى، واخر حركة عملتها امتى. ديت لو انت عايز تقفل الحساب بتاعك.
وتقوم انت ممليه الحاجات دي وتقفل الحساب بتاعك. او انت مثلا اتسرق منك اتسحب منك فلوس، المكنه سحبت منك فلوس وما طلعتهاش، فانت بترن عليه بتقول له انهي المكنه في انهي مكان بالظبط، وتبع انهي بنك، بنك الاهلي او بنك مصر او بنك القاهره او بنك الاسكان. اي بنك انت هتتصل بيه وتقول له حصلت لك في المشكله، هتتصل بالبنك وتقول له حصلت المشكله في المكنه كذا في التوقيت كذا في يوم كذا، هو هيحل لك المشكله. دي بالنسبه للناس اللي كانت عايزه تتواصل. وفي حاجه برضو البنك قالها حلوه قوي، قال لك ما تديش معلوماتك لحد. يعني دي عجبتني في البنك أوي في اول الاتصال. انت فعلا البنك ما بيطلبش منك معلومات من حد، عشان الناس بتسرق حاجات من الفيزا من الرصيد بتاعك. انت ما تديش معلومات لاي حد مهما كان، معلومات الفيزا بتاعتك ولا رقم حسابك ولا اي حاجه. حتى وانت بتسحب، يعني في مره موقف سرقه حصل قدامي هحكي لكم عليه بسرعه كده. ان كان في واحد بيسحب فلوس، يعني واحد ادى واحد فيزا وهو واقف على المكنه وهو بيسحب فلوس. الراجل كان طبعا عرف كلمه السر كتبه له، وخد الفيزا بدلها واداله فيزا تانية. يعني خد فيزا الراجل اللي فيها الفلوس الحساب واداله فيزا تانية بايظه ولا مضروبه ولا اي كلام. وهو الراجل طبعا خد الفلوس وخد الفيزا، وقام الراجل التاني خد الفيزا اللي هي بتاعت الراجل، وعارف طبعا الفلوس اللي في رقم السر، ودخل سحب فلوس من المكنه. وجه الراجل عمل مشكله وقعد يزعق ويعمل، وكان بيكلمني، قلت له انت اتصل بخدمه العملاء، يعني كان بيكلمني اعمل ايه. فانا قلت له اتصل بخدمه العملاء واقفل الفيزا بتاعتك كده. وهو الراجل ما عرفش ياخد فلوس عامه، لان الراجل اللي سرقها ما عرفش يتوصلوا له، وكانت غلطته ودوكها خد البتاع. هنشرح لكم بقى تاني مره لو انت عايز تجيب الرقم بتاع البنك وانت ناسي. يعني مثلا هو الرقم بتاع البنك الاهلي لو مش مسجله معاك ونسيته، بتخش على جوجل وتكتب رقم خدمة عملاء البنك الاهلي هيجيبه لك عادي. الرقم هو 19623، ده رقم خدمة العملاء بتاع البنك الاهلي. وفي برضو عندك ارقام تانية برضو خاصة لكل بنك، ده يعني ده الرقم اللي هو لخدمة العملاء نفسها. في ارقام بتوصلك للبنوك نفسها، يعني انت مثلا بنك في المعادي، بنك في الويلي، بنك مش عارف ايه، انت بتتصل تكتب رقم خدمة عملاء بنك الويلي بيجيبها لك. وفي ارقام تانية هي رقم خدمة العملاء برضو البنك الاهلي، ارقام تانية برضو خدمة العملاء. عندك هنا الرقم اللي هو احنا قلناه اللي هو 19623، وعندك ده الرقم الارضي اللي هو 02، ده اللي اخره 5000، ده برضو خاص بالبنك الاهلي. وعندك برضو في رقم فاكس تحت اهوت، بس الفاكس ده يعني ايه للناس اللي عندها فاكس. فطبعا ده بتبقى خاص بالشركات والمكاتب وكده، وطبعا احنا ايه ملناش دعوه بالكلام ده. وفي اخر الفيديو يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان تتابعوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ويا ريت المعلومات تكون فادتكم.